كل إنسان فينا يريد شريك حياته بمواصفات معينة. مثلا يكون إنسان محترم، يكون إنسان مسؤول يقدر يعتمد على نفسه، يكون إنسان شاطر وعنده أهداف. اللي أريدكم تسوون إنه أنتوا تكتبون كل الصفات اللي تريدوها تكون موجودة في شريك حياتكم أو شريكة حياتكم. كل الصفات اكتبوها على ورقة، وبعدين تعالوا شوفوا نقطة نقطة. مثلا أنتوا تريدون شخص يكون مسؤول يعتمد على نفسه، واحد همنا يقدر يعتمد على هذا الإنسان. بعدها شوف نفسك أنت، اسأل نفسك أنا إنسان مسؤول يقدر حدا يعتمد علي، أو أنا أقدر أعتمد على روحي أو لا. وفي كل نقطة وأنتوا تجون اسألوا نفسكم هذا السؤال. يعني مثلا كل شيء كتبت صفة تريد تكون بشريك حياتك، اسأل نفسك إذا أنت عندك هاي الصفة أو إذا هي موجودة فيك، إذا متحسنة أو أنت عندك إياها شوية. فكل شيء أنتوا تريدونه تكون موجود بشريك حياتكم لازم تكون موجودة فيكم، وإذا مو موجودة لازم تشتغلون على نفسكم لحتى توصلون لهاي النقاط كلها وتحصلون على كل هاي النقاط، وتكون كل هاي الصفات اللي انتوا ترغبوها انه تكون بشريك حياتكم تكون انتوا عندكم اياها كمان بنفس الوقت. اذا انت ما عندك هاي الصفات وانت لا تقدر تكون مسؤول ولا عندك اهداف ولا انسان شاطر ولا انسان تحترم، ولا مستحيل تقدر تلاقي شخص وهو عنده هذه الصفات، لانه هذا الشخص ما راح يرضى بشخص هو اقل منه. فبهاي الطريقة مو بس راح تلقون شريك الحياة اللي راح يناسبكم ويناسب عقلكم، وإنما راح تطورون بنفس الوقت من شخصيتكم. يعني أنا اليوم كل شيء دا أتمناه يكون بشخص موجود هو في حياتي. ليش ما أطور من نفسي وأكون مثل الشخص اللي في عقلي واللي أنا أتمنى إنه أقابله بحياتي؟ ليش ما أكون أول شيء أنا هيك، وبعدين يجي الشخص المقابل لأنه هو بهاي الصفات. فأي شيء تتمناه يكون موجود بشريك حياتك، شوف إذا أنت عندك هاي الصفات أو لا، واشتغل عليها وعلى شخصيتك وعلى نفسك، وأوصل لمستوى تكون أنت الشخص اللي تتمناه. وبهيك طريقة راح تقدرون تطورون من أنفسكم هواية. وأتمنى تكون عجبتكم هذا الفيديو، ونلتقي في فيديو آخر.